من بيروت لبغداد. اكو ظاهرة صارت بمجالس العزاء بهاي السنة بمحرم، تتمثل برفع السلاح بداخل المجالس. بس شنو الرسالة من عندنا؟ ولن نترك السلاح. ووسط كل الأحداث الموجودة بالمنطقة من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى إيران، وما ننسى اليمن، خرجت دعوات غريبة تسليم السلاح. لا سلاح يسلم رغم الدعوات. الفصائل تسلم سلاحها والحشد يسلم سلاحها، أن تلقي سلاحها. ملف تسليم السلاح بالكامل. بالعراق الردود الحكومية تأخرت وكانت دبلوماسية أكثر، بس الردود الشعبية كانت واضحة وصريحة: لا نسلم السلاح. ما نسلم سلاحنا إلا بالمرتضى. وبلبنان الرد كان مشابه للرد العراقي. فليسمعوا منا صرخة الهيهات تحملها المسيرات. السلاح ظهر بالمجالس بلبنان وضافوا لها شوية حملة تسخف هذا المطلب وأصحابه، واستخدموا عبارات ساخرة مطبوعة على أغلفة الثواب بمحرم. المختصين والمراقبين يشوفون الناس رافضة للتسليم ويعتبرونه استسلام مذل، وهذا ممكن يحدث خلاف ويا قياداتهم السياسية إذا انصاعت الأوامر الأمريكية. مو بس السلاح دخل للمجالس، اليوم القصائد الحسينية صارت تمجد شخصيات المقاومة المستمرة بضرب الاحتلال. طلنا الخامنائي وسيستان الإبائي وأبو مهدي وسليماني. محرم هاي السنة حمل شكل جديد للقضية الحسينية، وهواي يعتبرون هذا الشكل هو إساءة للمنبر الحسيني. واكو من يقول المجالس مو للطم فقط، وظيفة المجلس الحقيقية هي رفض الظلم والاستكبار. تل أبيب أمست خرايب. وانت شو تشوفها؟ شنو المجالس بالسلاح وشنو المجالس بلا السلاح؟